اليوم في الفيديو هذايا باش نشوفوا شنو تقييم سكولز، اللاعب الاسطوري لمانشستر يونايتد، اللي هو زاد القدوه نتاع حنا بعد مجبري، واللي هو زاد كان نوعا ما فرد بوست هو حنا بعد زوز في وسط الميدان. دونك بول سكولز حكى مع مانشستر ايفنينغ نيوز وقيم فيه حنا بعد المجبري. وني باش نمشيو من غير مقدمات، نمشيو ديريكت لكلام سكولز. دونك سكولز قالك انا هذا اللاعب يعجبني، ولعب في الشامبيونشيب العام اللي فات، وتوا رجع لليكيب نتاعنا مانشستر يونايتد، ماركا بعض الاهداف، هو ماركا بونتو برك، بونتو وحيد في الماتشوات الاخراني، ولعب بركديه كونتر بيرنلي. وقال لك راهو اللاعب هذا راهو يعطيك كل شيء في التيران، يعطي اللي عنده الكل. وزيد صرح وقال بالنسبه ليه حنا بعل ما بين نمرو 8 ونمرو 10، معناتها وسط ميدان يعطيك في الديفونس، يرجع يعمل هيك الفكان متاع الكرة، يرجع يعمل هيك البريسينغ، وفي الوقت يجي يخلق لك حلول هجومية بالكرياتيفيتي متاعو، باللي باس متاعو طويل، نعرفوا اللي عنده كاليتي باس باهية، وما يتوقع انه حنا بعل عنده تحدي لازم يتجاوزه هوني. وبعد يتسأل سكولز يقول لك هل في النيفو هذا انه اللاعب كي يعطي كل ما عنده هل هذا كافي؟ قال لك ممكن الليله يجم يكون كافي على خاطر فما ملاعبيه معاه في وسط التيران اللي هما عندهم خبره، واللي هما يجموا يلعبوا الاطراح صحاب هذو. وكيما يقولوا لاعب اللي يبدا في التيران معاه ملاعبيه اللي عندهم الخبره ويجموا يصبغوا عليه بلغه اخرى، دونك هو بيدو يطلع معاهم في النيفو. نتصوروا باش يكون ويقدم مردود جيد في المباريات القادمين. وبالنسبه لي الليله الماتش تشامبيونز ليج مانشستر يونايتد ضد جالاتا سراي باش يكون معناتها ليله كبيره بالنسبه لي، وانا متاكد اللي هو باش يكون حماسي بارابور للموضوع هذا. دونك هوني نشوفوا بول سكولز التقييم نتاعو معناتها بكل تلخيص. التقييم نتاعو قريته بالضبط هذاك هو من غير ما نطولوها الفيديو. ونتصور معناتها بول سكولز مش باش يقعد معناتها يحكي ويقشقش في حناكو معناتها. بول سكولز يراه نمرو 8 ونمرو 10. بول سكولز يراه اللي اللاعب هذا يعطي كل ما عنده في الميدان. مي بول سكولز يتسائل معناتها انا كملاعبي كان نعطي كل ما عندي، هل هذا كافي اني انا باش نبرز ونحقق نجاحات؟ سؤال صحيح هو، وما تبينهولنا كان الايامات الجايه. واللاعب هذا مازال عنده تحديات باش يبرهن فيهم روحه. هذا اش قال بول سكولز على لاعبنا الدولي حنا بعل المجبري.